طيب هو فعلا بقى في اكلات بتسبب ليها السمنه واكلات بتخسس؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه، في حاجه اسمها، في البني ادمين منقسمين لثلاث اقسام. اول قسم اللي هو عارف ومتاكد انه في اكلات بتتخن وماشي في وعارف ومتاكد فعلا، اللي هو بقى المعجنات، المقليات، الافراط في النشويات، المحاشي طبعا نشويات. فده حد عارف ان انا باكل غلط، فده نهايته ايه؟ طبعا مخاطر السمنه، طبعا الكوليسترول العالي، السكتات الدماغيه، القلب، السكر، كل الحاجات دي. وحد تاني عارف ان هو ماشي هيلثي، يعني هو مقلل جدا من المقليات او مش مانعها خالص، او مقلل جدا في النشويات، طبعا كل محول دقيق الابيض بدقيق شوفان، دقيق اسمر، فده حد عارف ان هو ماشي صح. في حد بقى تالت هو عايز يخس. احنا كده اتكلمنا على اللي هو عارف وماشي ومستمر. وبنتكلم على الشخص اللي اختار الحياه الصحيه السليمه، اللي هو بقى عايز يعيش حياه صحيه، لايف ستايل بمعنى اصح، فاختار تجنب كل اللي عمله الشخص الاولاني. تمام. في بقى الشخص الثالث، عشان هنا نقف فيها شويه لان دي بتقابلنا كتير جدا جدا في العيادات. أيوة. اللي هو الشخص اللي انا ماشي هيلثي وماشي مع دكتور، فهو بقى متهيأ له ان احنا لما نفرط في الاكل الصح ده كده مش هيتخن. وده خطأ شائع كبير جدا جدا جدا. احنا كده بنتكلم في جودة اكل عالية، لانه الفرق بين الشخص اللي ماشي هيلثي واللي ماشي غلط جودة الاكل. الشخص اللي ماشي جودة الاكل ده ماشي بقى بنظام غذائي، لازم يتبع المقدار اللي داخله، لانه انا لكن هو بقى بيفكر ان عشان امشي بالظبط، برافو عليكي، ومش عامل حساب لاي حاجه، فان انا كده تمام. برافو عليكي. مش انا يا دكتور كده حضرتك كاتبالي شريحه توست فانا خدت 2، مش ده صحي؟ ويلاقي نفسه في الاخر ان انا ما خسيتش ليه. برافو عليكي. ويجي يسالنا بقى، يعني اول ما يطلع على الميزان يبص لك نظره يقول لك هو انا ما خسيتش ليه؟ ده انا ماشي صح جدا. ايوه، ده انا ما اكلتش. فنبتدي نوقع على الغلطات دي. فحضرتك وقتها بتبقى ماشي بنظام سعرات، يعني حضرتك ليك احتياج لازم تمشي عليه. هو بقى بيبقى فاهم ان انا مش مهم، ما انا كده ماشي صح. يعني هو ان هو ما بياكلش مقلي، ان هو بدل العيش الابيض بالدقيق الشوفان، ان هو لا الخضروات بتاعته ماشي بطريقه هيلثي، فهو لو كلت منها زياده فاني كده انا تمام بقى هخس، وبيحصل العكس. وده بنشوفه كل يوم في العياده.